مساء الخير يا فنانين، معاكم كارلوس مكرم. مساء الخير يا جدعان. في الاول اول حاجه انا مش خريج فنون جميل ولا حاجه، انا كل حكايه جت الموهبه بالتدريب. كنت بشوف في الاول رسم فكان بيعجبني، وكان نفسي بقى اعمل زي الناس دي. ايه الالوان ديت؟ كنت يعني بنجذب اكتر للالوان، كانت اكتر حاجه يعني بتشدني هي الالوان. فكنت بحب الالوان، وكنت بحب اتفرج على اللوح. في بدايتي ابتديت ان انا ارسم بورتريه، وبعد كده بقيت ارسم زيت، وبعد كده بقيت ارسم حاجه اسمها لوحات تجريديه. حسيت نفسي بقى في الحته دي بتاعت اللوحات التجريديه. ابتديت الاول مع فنان صاحبي، علمني حبه حاجات كده كتيره، وابتديت ان انا اخد الحاجات دي وارجع البيت اطبقها، اشوف بقى هتنفع معايا ولا مش هتنفع. الموضوع مشي معايا كويس، وحسيت ان انا ايدي تمام، والناس كتير كانت بتشكر في شغلي. فده شجعني بقى ان انا ابدا حاجه جديده. والنهارده بدايتي ان انا ابدا اعمل براند. وانتوا برضو لو عندكم اسمحوا لي اسم معين مثلا هيليق على الشغل بتاعي. نرجع برضو لحوار ان انا ابتديت برضو ازاي. انا ما لقيتش نفسي في اي حاجه من اللي انا كنت بعملها. جربت بورتريه ما كانش بيمشي معايا، ما لقيتش نفسي. لقيت دايما في عيب في البورتريه يظهر. فكان الزبون او العميل يرجع البورتريه بسبب الحاجه، مثلا يعني خد مثلا، هي عايزه تنزل خدها كبير، عايزان انا اشيل لها 2 كيلو من الخد بتاعها. فحسيت ان انا مش نافع في البورتريه. فقلت خلاص هجرب حاجه جديده، ان انا هبدا اعمل الفن بتاعي او البصمه بتاعتي زي ما بيقولوا. فحبيت اوي اللوحات التجريديه، وابتديت انا اعملها. اللوحات التجريديه بقى مبنيه على ايه؟ عشان انت اوقات كتير ممكن تشوف لوحه ما تبقاش فاهم هي اللوحه دي معموله عن ايه. تمام. عشان ننجز في الوقت ونختصر في الوقت، اوقات اللون بيشدك. كل لون وليه رسالة، كل لون وليه كلمة. اللون الأحمر دايما كانوا بيقول لك لون الحياة، لون الدم، لون الحياة. فكل لون في اللوحة بيبقى ليه رمز معين أو ليه كلمة معينة.